أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر مروا على يهودي قد نشر التوراة يقرأ فيها يتعزى لابن له في سياق الموت، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنشدك بالله، هل تعلم صفتي في كتابك؟ قال: لا نعلم. فتكلم ابنه قال: إي والله إنا لنجد صفتك في كتابنا وإنك للنبي الخاتم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتولوا تغسيل هذا المسلم الذي أنقذه الله عز وجل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتولوا كفنه والصلاة عليه. يقول سلامة بن وقش الأنصاري البدري رضي الله عنه وأرضاه، يقول: كنا أهل جاهلية نعبد الأوثان، فوقف علينا يهودي يعظنا ويذكرنا، فذكر الجنة والنار والصراط والحساب والميزان، فقلنا: يا فلان ذلك كائن؟ قال: نعم، وتمنيت لو أني أوضع في أعظم تنور في الدنيا وأن ذلك حظي من نار الآخرة. قالوا: وما علامة ذلك؟ ما علامته؟ قال: نبي يبعث من هنا من مكة أو اليمن. قالوا: ومتى؟ قال: إن يبلغ هذا الغلام يدركه، وأشار إليه. قال: فبعث النبي صلى الله عليه وسلم وآمنا به وكفر به ذلك اليهودي، فجئنا إليه وقلنا: هذا الذي كنت تحدثنا به؟ قال: نعم، ما حدثتكم به حق، ولكن ليس هو النبي. صلوات الله وسلامه عليه. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. تقول صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين، وهي من نسل هارون أخي موسى عليهما الصلاة والسلام، وقعت في السبي فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها، فصارت من أمهات المؤمنين. حدثت عن أخبار اليهود وحسدهم وبغيهم وعنادهم ومكابرتهم وردهم للحق. تقول: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وقدم إلى المدينة، ذهب إليه أبي وعمي أبو ياسر بن أخطب، ذهب من أول النهار لينظر في حاله. قالت: فجاء من آخر النهار كالليل ما الليل، ولم يعبأ بي، وكان لا يقدمان علي أحدا، فسمعت أحدهما يقول للآخر: هل رأيته؟ قال: نعم. قال: هو النبي الذي كنا ننتظره وجئنا إلى طابة من أجله؟ قال: نعم. قال: ما أضمرت له؟ قال: العداوة ما حييت. نسأل الله السلامة والعافية. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يتعجب المرء إذا سمع ذلك. هذه القلوب التي علمت الحق وردت، لماذا؟ الله عز وجل حكيم عليم. الله تبارك وتعالى أعلم بالشاكرين من عباده وبمن يذل ويخضع ويطلب الحق، وهو أعلم بالمستكبرين. قال الله تبارك وتعالى مبينا شيئا من أسباب الطمس على قلوب هؤلاء. قال الله تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وكذلك نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. ولذلك يقول السلف الصالح رضي الله عنهم وارضاهم: إذا جاءك الحق وتبين لك إياك أن ترده، فيخشى أن يطمس على قلبك أو يطبع على قلبك. ونحن في زمن كثرت فيه الفتن وكثرت فيه الشبهات وكثرت فيه الأهواء، والناصحون المبينون للحق ولله الحمد والمنة بيننا وموجودون.
إذا بلغنا الحق ينبغي أن تكون القلوب خاضعة لله تبارك وتعالى طالبة للحق. إذا بلغها الحق قالت سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.